السلام عليكم. تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام، وكالعادة هجملها لكم في 5 نقط. أولا، رؤية الكلب الأسود في المنام تشير إلى الأرواح الشريرة التي تحيط بصاحب الرؤية، والتي تكون في الغالب نتيجة سحر أو حسد أو عمل سيء. ثانيا، رؤية الكلاب السوداء في المنام أحيانا تشير إلى كثرة الديون المتراكمة على الشخص وعدم قدرته على سدادها، مما يجعله في حالة قلق دائم من سوء العاقبة. اللهم اقض دين المديونين، قولوا آمين. ثالثا، من يرى في منامه مجموعة من الكلاب السوداء تعترض طريقه وتهجم عليه أو تلاحقه، فذلك ينذر بكثرة ذنوبه وارتكابه المعاصي، فعليك أن تراجع نفسك يا أخي. وقد تعني أيضا رفقة من أصدقاء السوء الذين سيتسببون له في كثير من المشاكل وإضلاله عن طريق الحق. رابعا، ومن يرى في المنام أن كلبا يعضه وتسببت تلك العضة في ألم شديد، فقد يدل ذلك على عدو يتربص به أو على حالة من الظلم يتعرض لها هذا الشخص. اللهم انصر كل مظلوم، قولوا آمين. خامسا، ومن يرى في المنام كلبا يقطع ملابسه، فذلك يعني خوض أحدهم في سمعته أو رميه بالكلام السيء الباطل في عرضه وشرفه. أسأل الله أن ينتقم من كل من مشى بالغيبة والنميمة والزور والكذب والبهتان بين المسلمين، قولوا آمين. إن شاء الله غدا انتظرونا مع تفسير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين في المنام. كونوا معنا، أخوكم جمال الدقناوي.